ضيف الحلقة. حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. اذا موضوع حلقتنا اليوم هو ان يقول الانسان خيرا او يصمت. نسعد بان ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ محمد بن سليمان المهووس، عضو الدعوه والارشاد والمتعاون بوزاره الشؤون الاسلاميه. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. الله يحييكم شيخ محمد، وسعداء يعني وجودك معنا هذا اليوم. حبيبي الله يحفظك شيخ محمد. يعني نحتاج السؤال عن علاقة الكلام والسكوت بقضية الإيمان. يعني الآن في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهنا يعني اقترن الإيمان بالكلام والصمت، فكيف هذه العلاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. أنتم دائما تثرون هذه المواضيع الجميلة في هذا الصباح وفي كل صباح، جزاكم الله خير أستاذ عبد الله، أستاذ بيت، وكل والمستمعين والمستمعات. إذا قلنا قل خيرا أو اصمت، علاقة هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بقضية الإيمان، فنجد أن بداية الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المعنى من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوانه سبحانه وتعالى فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث ربط هذه الأعمال بالإيمان بالله أولا، الذي لا يصح أي عمل بدون هذا الإيمان، ثم ربط أيضا هذا العمل بالإيمان باليوم الآخر، حيث قال من كان يؤمن بالله ثم واليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء في حديث أسود ابن أصرم المحاربي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، قال: يا رسول الله أوصني. قال: هل تملك لسانك؟ قال: فما أملك إذا لم أملكه. شوف القوة والرد يعني ليش ما أملك لساني؟ ثم قال له: فلا تقل بلسانك إلا معروفا. وورد قضية الاستقامة، استقامة اللسان وملك أن كون الإنسان يملك لسانه أنها من خصال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والحديث رواه الإمام أحمد بسند حسن. والصمت أيضا من سبل النجاة، تنجو بإيمانك، تنجو بأعمالك، لا تضيع هباء منثورا. ولذلك جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وهذا له أيضا علاقة قوية بقضية الإيمان الذي هو ركن عظيم من أركان ومن مراتب هذا الدين العظيم. نعم. الله يعطيكم العافية شيخنا المبارك. وربما هذا يقودنا أيضا للحديث عن متى يكون الكلام ومتى يكون الصمت، لأن بعض المستمعين ذكر مثلا أنه قد يكون الصمت في بعض المواضع في غير محله. الجواب، أحسن الله إليك وبارك الله فيك وفي المستمعين جميعا، الجواب على هذا السؤال متى يكون الكلام ومتى يكون الصمت بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله فليقل خيرا يكون الكلام خيرا إذا نطق وتكلم العبد بالخير، يعني يكون الكلام يعني يجد ثمرته، أو يجد العبد ثمرة هذا الكلام. يكون الكلام يتكلم مثلا بأمر متعد نفعه كتعليم الناس وتدريسهم وتدريس الطلاب في المدارس واحتساب الأجر في ذلك، توجيه الناس، نصح الناس، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر. هذا من الأشياء التي فيها خير، يكون الكلام فيه طيب، ويكون الكلام تؤجر عليها أيها العبد. وأيضا من قول الخير ما نفعه قاصر على صاحبه، ومن ذلك تسبيحه وتهليله وكثرة الذكر وقراءة القرآن. فإذا كان لا يستطيع محروم من قول الخير، وهذا لا شك هو الحرمان، فإنه يصمت على أقل الأحوال، أن يسكت عن قول الشر. والكلمة، تأمل أخي المبارك، الكلمة من الشر قد يقولها الرجل أو المرأة فيكون فيها هلاك أحدهم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي اللفظ: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا. مثل ما نقول نتسلى، مثل ما نقول نضحك، مثل ما نقول نتكلم نقضي الوقت، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. والحديث المشهور حديث معاذ رضي الله عنه قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث في الترمذي. فالأمر متى رأيت هذا الكلام جميل وكلام متعدي نفعه أو قاصر عليك يا عبد الله وفيه مصلحة وفيه خير لنفسك وللمجتمع، تكلم. ومتى يكون فيه شر عليك وعلى المجتمع لا، قف. فالسكوت، فمن صمت فقد نجا. نعم. الشيخ محمد، يمكن هذا الكلام يعني كلنا نتفق فيه، ولكن عندما نأتي للتطبيق يعني كثيرا ما نتعثر، أو يكون مثلا الصمت أحيانا صعب على الإنسان. فكيف يحفظ الإنسان لسانه إن كان هناك خطوات عملية مثلا ليكون الإنسان على الأقل حتى إذا تكلم يتكلم بحق يعني؟ صحيح كلامك أستاذ عبد الله. الإنسان يحفظ لسانه بأمور منها. نعم. الأمر الأول تقوى الله عز وجل، وبمعنى أنك ترجو الثواب وتخاف العقاب من لسانك، لا سيما وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بذلك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وجاء في مدح أوليائه سبحانه وتعالى بقوله: والذين هم عن اللغو معرضون. هذا لابد أن تقوى الله عز وجل، تراقب نفسك. ثانيا الإكثار من ذكر الله. إذا أكثر من ذكر الله، ولذلك جاء في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويقول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم، قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فمن عرف عظمة المولى أكثر من ذكره، ففيه يحفظ العبد لسانه عن المعاصي، عن الغيبة، عن الكذب، عن القول غير النافع. وذكر الله سبحانه وتعالى صلاح للقلوب، طمأنينة وذهاب القسوة للقلب، ويجعل الإنسان مطمئنا فرحا عندما يكثر من ذكر حبيبه وإلهه، ويأتي له الذي يأتي له بالرزق والسعادة والخير الكثير. تأمل عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. شوف، خفيفتان لكن ثقيلتان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تأمل عندما تكلمت أم المؤمنين بصفية عندما قالت: إنها حسبك من صفية أنها قصيرة. قال: قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. شوف، تأمل الكلمتان هاتان الحبيبتان إلى الرحمن، كم هي الأجر وكم الأجر المترتب عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. ثالثا وباختصار، محاسبة الإنسان للسانه. امسك عليك لسانك، حاسب لسانك، لأنه هو العضلة التي سبحان الله تفري بأعراض الناس وبأمور الناس وبغيبة الناس وبأغلب المعاصي وأغلب الشرور يأتي من هذه العضلة البسيطة. الإنسان إذا أراد أن يتكلم يحاسب نفسه، يتأمل قبل أن يتكلم: أنا الكلام الذي أريد أن أقوله هل يفيد في الآخرة ولا ما يفيد؟ طيب ليش أنا أتكلم؟ إيش اللي يدفعني على هذا الكلام؟ ما الذي أجنيه؟ ماذا أستفيد من كلامي يا أخي؟ وهل هذا الكلام الذي أتكلم به خالص لوجه الله عز وجل أو مشوب أو فيه مثلا معصية لله عز وجل؟ هذه محاسبة الإنسان للسان. أيضا إذا شرع في الكلام يحرص على أن يكون له لا عليه من بدايته إلى نهايته. فقد يريد الإنسان أن يتكلم ويشرع في الكلام مريدا بذلك وجه الله، ثم يدخل الشيطان إما رياء أو كذب أو غيبة أو نميمة مما يفسد عبادته، سواء في تعليم أو توجيه أو نصح أو إرشاد أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. نتأمل قول ابن القيم
يقول ابن القيم رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكيف ترى من رجل متورع عن الفواحش، ما عنده فواحش يقول، والظلم، ولسانه يفي في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. إذن يجب على العبد أن يحاسب لسانه، فإما أن يقول خيرا أو يصمت. جميل، بارك الله بكم شيخ محمد. شيخ محمد، يعني هذه القيم الجميلة التي الآن استمعنا إليها ودنا أن نتربى عليها أيضا، كيف نربي عليها عيالنا وأبنائنا وبناتنا؟ يعني هم في المدارس يذهبون ربما يعني يقعون في مثل هذه المخالفات، مخالفات اللسان، أو في مثلا أعمالهم ونحو ذلك. كيف نربي عيالنا على هذه القيم الفاضلة؟ نعم، محور مهم جدا. نربي الأبناء أولا باستشعار مسؤولية الرعاية. يا أخي أيها الأب، أيتها الأم، أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل من جهة أولادكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. يقول ابن عمر يروي حديث عظيم في البخاري ومسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول أنس بن مالك: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك الضياع. والحديث صح الألباني. نعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. عندما نسمع كلمة نقول: يا ولدي لا تتكلم بفلان، ولا تتكلم بالفحش من الكلام، ونكون مصدر تعليم وتوجيه بتلطف وتعقل ورحمة وشفقة. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل، ونبين لهم هذا المعنى يا شيخ. ترى اللي يتكلم بأعراض الناس يا ولدي ترى ما يحبونه الناس، واللي يتكلم ويلعن ويشتم وفاحش ما يقربونه ولا يجلسون معه ولا يواطنونه ويخافون منه. ولذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. أن المراد العشيرة القبيلة، يعني بئس هذا الرجل من هذه القبيلة. فلما دخل عليه ألان له القول. تقول عائشة، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول. قال: يا عائشة اسمع الكلام، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. فيا بني، شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. ابتعد عن الكلام، وابتعد عن مجالسة من يتكلم. فبعض الناس لا تراه إلا متلبسا بجريمة، مع الأسف لا تسمعه إلا ناطقا بالأقوال الأثيمة. عينه غمازة، لسانه لماز، نفسه همازة، مجالسته شر، صحبته ضر، فعله العدوان، حديثه البذاءة، لا يذكر عظيما إلا شتمه، ولا عالما ولا كريما إلا سبه، وتعرض له بالسوء ونال منه، وجارا وصديقا وما أشبه ذلك. ثالثا أو ثانيا، دورنا أيها الآباء أن نكون قدوة صالحة للأبناء. فالأب والأم إذا حفظ كلامهما وظهر واشتهر قول الخير في كلامهم وفعالهم قلدهم الأبناء، والعكس تماما. تأمل عندما يقول الوالد، يتكلم الوالد بلسان فاحش وبذيء ويريد ابنا نظيف اللسان طاهر المقال. هل يمكن هذا يا شيخ؟ لا يمكن. بل بعض الأبناء يسبه ابنه، الابن يسب والده أو يسب أمه، والأب يضحك وكأنه شيء لم يكن، بل يفتخر: ولدي صار رجال، انظر شوف مرده وشوف يزين كلامه. لا يا حبيبي، لا، هذا يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى ترشيد الكلام واستعماله في طرق الخير وكسب الحسنات، والحرص على الأجر العظيم الذي عندك. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا مال عنده ولا درهم. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وهتك عرض هذا وتكلم بهذا، فتؤخذ من حسناته وتطرح لهذا وهذا، حتى إذا فنيت وانتهت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار.
خلك حريص على رأس المال والحسنات، لا تذهب هباء منثورا إلى فلان وفلان. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يحفظ الألسنة. الله يشكر لكم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ محمد بن سلمان بن سعود الدعوة والإرشاد والمتعاون بوزارة الإسلامية، جزاكم الله خير ونفع الله بما طرحتم. أخوي عبد الله جزاكم الله خير، والمستمعين والمستمعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله، بارك الله فيكم. اللهم بك أصبحنا